عارف يعني ايه ربنا بيدي كل واحد على قد نيته؟ يعني ممكن تبان طيب للناس بس جواك غل وكره وربنا يشوف ده ويمنع عنك حاجات كتير. ممكن تكون غلبان ومحدش حاسس بيك بس نيتك طاهرة، فتلاقي أبواب كتير كانت مقفولة وبتتفتح لوحدها. الناس بتحكم بالمظاهر ولكن ربنا بيبص لجواك وبيشوف نيتك قبل كلامك وبيكافئك مش على شكلك، على اللي جواك. فاكر لما دعيت وقلت يا رب أنا مش بطلب غير اللي ليا؟ ساعتها ربنا شاف نيتك واشتغل على قدها. فيه ناس تفضل تقول ليه ربنا ما ادانيش، ليه فلان اتفتح له وانا لا، لكن عمرهم ما سألوا نفسهم نيتي كانت ايه وانا بطلب، وكنت مستني ايه وليه. الناس بتشوف الظاهر بس ربنا شايف القلب، وبيقول الكتاب المقدس الانسان ينظر الى العينين اما الرب فانه ينظر الى القلب. يعني ممكن تكون بتخدم في الكنيسة وبتعمل خير بس نيتك في ان الناس تسقف لك، تبقى الخدمة دي في نظر الناس عظيمة ولكن عند ربنا ما تسواش. واحد تاني مش باين عليه حاجة لكن نازل يزور مريض ومحدش فاكر اسمه أو يبعت برسالة تشجيع لحد مكسور، ونيته كلها محبة وكلها نقاوة. ربنا يفتح له أبواب عمره ما كان يحلم بيها. المسيح قالها بصراحة في إنجيل متى: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. عارف يعني إيه؟ يعني ممكن تكون بتعمل خير وتخسره. ليه؟ علشان نيتك ما كانتش نظيفة. في قصة حقيقية سمعتها زمان من خادم كبير في الكنيسة. كان في شاب بسيط كل اللي بيعمله إنه بيوزع مناديل وابتسامة على باب الكنيسة ومحدش كان بياخد باله منه، ولكن كل مرة حد مكسور بيعدي من جنبه بيحس براحة. وفي مرة واحدة ست كانت داخلة الكنيسة وبتقول أنا كنت ناوية أنهي حياتي بعد القداس، بس الواد اللي اداني المناديل قال لي ربنا بيحبك. الكلمة دي رجعتني للحياة. تفتكر ربنا شاف ايه؟ شاف شاب صغير لكن نقي، شاف نية صافية، شاف قلب بيحب بصدق زي ما قال بولس الرسول في الإنجيل: فكل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. بس التعب هنا مش تعب الجسد بس، ده تعب القلب النظيف والنية الحقيقية. يعني ببساطة لو نيتك فيها خير هتشوف خير، لو نيتك فيها حب هتشوف محبة رجع عليك من حيث لا تعلم. لو نيتك فيها خبث حتى لو كسبت لحظة هتخسر قدام ربنا. بص يا حبيبي، ربنا مش بيقيسك بالنتائج اللي الناس بتشوفها ولكن بيقيسك بالنية اللي ورا كل خطوة بتاخدها. يعني ممكن تعمل حاجة صغيرة جدا بس لو نيتك صافية فيها ربنا يبارك فيها ويوصلها لبعيد جدا. عارف الست الفقيرة اللي المسيح مدحها وقال عنها: هذه ألقت من أعوازها كل المعيشة التي لها. يعني واحدة ما كانش معاها غير قرشين ورمتهم بمحبة وبنية نقية. ربنا شاف النية وخليتها في الإنجيل لحد النهاردة، ولكن في المقابل الناس بتقدم من الزيادة وتتصور وتحب تتشكر، والنية في المظاهر مش في العطاء. في قصة سمعتها من خادم في اجتماع خدمة اجتماعية. كان فيه راجل غني جدا كل سنة يتبرع بمبلغ كبير لأسرة فقيرة بس بشرط ان الكنيسة تكتب اسمه في كل التقارير. وفي يوم جات له أزمة صحية شديدة، راح لأبونا يزوره وقال أبونا قال للراجل أنا عملت خير كتير، ليه ربنا سمح لي باللي حصل؟ أبونا قال له يا حبيبي الخير اللي عملته جميل بس ربنا بيقيس النية مش بالفلوس. الراجل سكت وفهم. وده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك: أنا بعمل ده ليه؟ علشان ربنا ولا عشان الناس تشوفني؟ المسيح قالها بوضوح في العظة على الجبل: أبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. يعني لو عملت الخير وانت مش مستني حاجة من حد ربنا هيكافئك قدام الكل. وافتكر دايما النية مش محتاجة إعلان، النية بينك وبين ربك. ولو كانت النية طاهرة حتى لو الطريق صعب ربنا هيبعت لك نور تمشي بيه. فيه مثل بسيط بيقول: اللي قلبه أبيض ربنا يفتح له بيوت الذهب وهو ماشي برجليه الحافية. والمعنى النية الطيبة بتفتح لك أبواب ما كنتش تحلم بيها. بولس الرسول قال في رسالته لتيموثاوس: أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. يعني كل حاجة بنعملها لازم تطلع من قلب نظيف، من قلب بيمثل الطيبة وهو مليان حاجة تانية. بص حواليك، كلنا بنتعرض لمواقف وبنكتشف ان هي الحقيقية اللي جوانا. زي مثلا بتخدم ولادها وتعبانة ولكن جواها غضب وحمل وكل مرة تقول انا بعمل ده ومحدش حاسس بيا. لكن تانية ممكن تكون ظروفها اصعب لكن نيتها انها توزع حب وتقدم حياة. ربنا يعوضها فرح وسلام مش بس في ولادها، ده في حياتها كلها. النية هي اللي بتحول التعب لعبادة او بتحوله لحمل تقيل مليان مرارة. تعالى بقى نروح لنقطة الشغل. فيه واحد بيشتغل بمنتهى الأمانة مع إنه مش لاقي تقدير بس نيته إنه يراضي ربنا، وربنا يبارك له في لقمة عيشه، وربنا يكرمه من حيث لا يعلم ويهيئ له فرصة ما كانش يحلم بيها.
والتاني بيشتغل على حسب المصلحة ويزوغ وينافق، ورغم انه ممكن يكسب مؤقتا بس يفضل في دايرة ما فيهاش بركة. وده اللي قاله بولس الرسول: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب وليس للناس. يعني اشتغل كأنك بتشتغل لربنا نفسه، مش لمديرك ولا لأي حد تاني. وفي البيت الناس تبان طيبة قوي قدام الضيوف، ولكن جوه البيت في المعاملة الحقيقية تبان نية فيها تحكم أو إهمال أو حتى حب مشروط وغيرهم. ويمكن صوتهم مش عالي ولكن نيتهم دايما فيها احتواء وستر وراحة، فتلاقي البيت مليان سلام وحتى في وسط الظروف الصعبة. المسيح قال: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يعني لو قلبك نظيف هتشوف ربنا في كل حاجة، في ولادك وفي شغلك وفي طريقك. وافتكر دايما النية مش بس في المواقف الكبيرة، النية بتبان في التفاصيل البسيطة، زي لما تشيل هم حد في سرك من غير ما تقول، لما تسامح بصمت وتسيبها لربنا، لما تدي من اللي ناقصك مش من الزيادة، لما تصلي من قلبك لحد ما أذكش، لحد كان أذيك وانت مش مستني انه هو يتعاقب. كل دي حاجات ربنا شايفها وبيجازي بيها حتى لو ما فيش حد شايفك. زي ما بيقول في سفر الأمثال: كل طرق الإنسان طاهرة في عينه والرب وآذن القلوب. يعني ممكن تفتكر نفسك صح بس ربنا هو اللي بيقيس قلبك وبيشوف الأصل مش المظهر. إن هي مش حاجة سايبة، دي اللي بتحدد انت رايح فين وهتوصل لإيه وربنا هيفتح لك قد إيه. في ناس مش بتاخد بالها إن ربنا بيشتغل على النية قبل الفعل. ممكن حد يكون لسه ما عملش حاجة لكن نيته انه يظلم او يأذي او يستغل، وربنا يمنع البركة من حياته قبل ما حتى يبدأ. وفي واحد تاني يمكن لسه ما قدرش يحقق حاجة ولكن نيته فيها صدق وفيها حب وفيها رجوع حقيقي لربنا، فتلاقي حاجات بتتفتح لوحدها، ناس تحن عليها، أبواب تتفتح، فرص تيجي من حيث لا يدري. علشان كده اسأل نفسك كل يوم قبل ما تنام: أنا كنت عايز إيه بجد؟ كنت بعمل ده ليه؟ وعايز إيه من ربنا؟ وافتكر دايما ربنا مش بينسى نية الخير حتى لو ما تنفذتش، ومش بيسيب نية الشر حتى لو اتغطت بكلام حلو كتير. الإنجيل بيقول: أنا الرب فاحص القلب مختبر القلى لأعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمرة أعماله. فلو قلبك مليان خوف وخيبة راجع نيتك، يمكن فيها حاجة محتاجة تتصلح. ولو نفسك تشوف نور في حياتك ابدأ بالنية، نية تصالح، نية غفران، نية محبة بجد من غير شرط ومن غير حسابات. اسمع دي، في الآخر الناس تنسى والناس تتغير والناس تتقلب، بس ربنا عمره ما بينسى نيتك. صلي له وقول له من كل قلبك: يا رب اديني قلب نظيف ونية نقية، وخلي كل اللي بعمله يكون ليك مش للناس. طهر قلبي من كل رغبة فيها مصلحة أو غرور أو رياء. علمني أدي من قلبي حتى لو اللي قدامي ما يستاهلش، واشتغل على نيتي قبل لساني وعلى قلبي قبل شكلي. يا رب اديني على قد نيتي، بس خلي نيتي دايما على قد محبتك الكبيرة اللي ما بتنتهيش. أمين. ربنا دايما يدينا على حسب محبته ورحمته. أمين يا رب.